اهلا وسهلا بكم يا حلوين. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض اعاده تدوير سحريه وكيوت وبسيطه لعلبه قديمه كانت موجوده عندي. تابع الفيديو للاخر وشوفي سحر البساطه. هستخدم هنا علبة كاكاو كرتون، وهستخدم كمان هنا تغليف الداخلي. استخدمت هنا كده قماش باللون الوردي زي ما انتم شايفين، مرسوم كده عليه ارانب وشكله كيوت قوي، هينفع جدا للفكرة. دلوقتي بقى كده هبدأ ان انا احط سيليكون او غيره او شمع اللي انتوا حابينه، عشان هثبت القماش من فوق وندخله من جوه زي ما انتوا شايفين كده. هجيب القماش وابدأ ان انا اثبته على اطراف العلبة كلها بالشكل ده كده اهو. دلوقتي بقى هدخل كل الاطراف اللي باينه دي كده لجوه، اسحبها لجوه شويه. وطبعا ما تقلقوش دلوقتي ان احنا هنغطي الجزء اللي جوه ده بدايره من الكرتون. غلفت الدايره الكرتونيه دي بنفس القماش اللي انا غلفت بيه العلبه من جوه. هبدا كده ان انا اغلف بيها الدايره زي ما انتوا شايفين اهو. بقص كده الزيادات، بعدين مقصها شرايط، وابدا ان انا احط الشرايط دي كده اثبتها في الدايره من الناحيه التانية بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده اهو غلفناها كلها. دلوقتي بقى كده حطيت عليها شوية غيرة او سيليكون، بعدين هبدأ كده ان انا احطها جوه العلبة واسحب معاها القماش اللي جوه ده، بحيث ان هي تديني شكل حلو من جوه مش مكلكع. بالشكل ده كده هسحبها كويس، وهو ده شكلها بجد كيوت خالص من جوه. دلوقتي بقى هنغلف من بره، فهستخدم هنا في اول خطوه في التغليف الخارجي اعواد خافض لسان. انا طبعا كنت قصاهم عشان انا مش عايزه اغلف العلبه كلها. دلوقتي بقى هبدا كده ان انا اغطي العلبه باعواد خافض اللسان، بحيث ان انا اسيب جزء تحت يكون اكبر من الجزء اللي فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. وهبدا ان انا اثبت الاعواد جنب بعض بالسيليكون، وطبعا ممكن تسرعوا الخطوه دي باستخدام الشمع بالشكل ده كده اهو. زي ما انتوا شايفين غلفتها بالكامل. دلوقتي استخدمت نفس القماش اللي انا غلفت بيه العلبه من جوه، غطيت بيها الاجزاء الباينه بالشكل ده. دلوقتي استخدمت هنا كده شرايط دانتيل بلاستيك شكلها بجد كيوت قوي، غطيت بيها الجزء اللي فوق وكمان غطيت بيها الجزء اللي تحت. دلوقتي بقى هستخدم خرز لولي للتزيين، دي خطوه اختياريه بس انا حبيت ازودها. هذا كان ان انا ازين بالخرز اللولي، بجد يديها شكل كيوت قوي بالشكل ده كده. بعدين في الاخر زودت لها كده فيونكه فص كيوت، وشوفوا بقى قد ايه طلعت كيوت وجميله، وبجد ما خدتش مننا اي وقت خالص. انتوا متخيلين حرفيا احنا عملناها في وقت قليل جدا جدا، وده شكلها بجد انا مستناش ان شكلها ممكن يطلع كده الصراحه. ما خدتش مننا اي وقت، ده شكلها وهي فاضيه اصلا، هي قطعه ديكور لوحدها من غير ما يتحط فيها اي حاجه خالص. طبعا استخدموها بقى لتنظيم الاقلام على المكتب، بجد شكلها كيوت قوي قوي. والوان الوردي مع الدانتيل وعواد خافض اللسان مديها شكل تحفه. ممكن كمان تستخدموها كفازه، شكلها هيكون كيوت خالص خالص. دي فكرة بجد سهلة وبسيطة ونستغلها بدل ما نرمي العلب القديمة الموجودة عندنا، نقدر ان احنا نعمل بيها الافكار الكيوت دي. وهو ده شكلها اهو. وبكده يا اماراتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. رب يكون عجبكم، ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة، ومع السلامة.